في عمق الصحراء، حيث تتعانق الكثبان الذهبية مع الواحات الخضراء الغناء، تقع وارغلا، المدينة العريقة في جنوب الجزائر. وفي هذا المشهد المدهش الذي يجمع رهافة الرمال وعظمة الطبيعة، يتبلور مشروع وطني رائد ينبض بالحياة والأمل. هذا المستشفى الذي يتسع ل400 سرير يجسد إرادة الدولة الجزائرية في توفير خدمات صحية عصرية ومتطورة تلبي حاجات المواطنين وتواكب تطلعات التنمية في جنوب البلاد. يتصل المشروع بشبكة طرق رئيسية تسهل الوصول إليه من مختلف أنحاء الولاية ومن الولايات المجاورة كالأغواط، الوادي، غردايا وإليزي، ليصبح بذلك قطباً صحياً مرجعياً يخدم الجنوب الشرقي بأكمله. استلهم تصميم المستشفى من مبادئ تقوم على المتانة والوظيفية والجمال. تطورت الفكرة المعمارية انطلاقاً من قطرة ماء رمز الحياة والتجدد التي تسقط على كثبان الصحراء فتحولها تدريجياً إلى حديقة وواحة. بهذا يجسد المشروع بعث الصحراء من جديد من خلال العمارة، ويجعل من المستشفى فضاءً للعلاج والأمل والانسجام بين الإنسان والطبيعة. تبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض 33.7 هكتاراً، منها 19.7 هكتاراً مهيئة ومستثمرة. تشغل المساحات الخضراء مساحة تقدر ب78 ألف متر مربع، في حين تغطي مواقف السيارات ما يقارب 25 ألف متر مربع. يستند البرنامج الوظيفي للمستشفى إلى عدة وحدات رئيسية، وهي قسم الاستشفاء المقسم إلى 3 أقسام كبرى: الأم والطفل، الجراحة والطب، إلى جانب أقسام أخرى مثل المنصة التقنية والعيادات الخارجية، الخدمات اللوجستية والمرافق التقنية، الكتلة البيداغوجية المخصصة للتكوين والبحث. تم تصميم مداخل المستشفى بطريقة تضمن سلاسة في الحركة وسهولة الوصول لجميع المستخدمين. وحول المبنى الرئيسي للمستشفى تم إنشاء المرافق التقنية وسكنات المداومة، بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية الخدمات. يتكون المستشفى من 3 طوابق، بالإضافة إلى الطابق الأرضي والطابق السفلي. في الطابق السفلي توجد الصيدلية المركزية وقسم التشريح المرضي. أما الطابق الأرضي فيضم أقسام التصوير الطبي والمختبرات والعيادات الطبية، إضافة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية. في الطابق الأول يوجد قسم العمليات الجراحية وقطب أم والطفل وقسم بيداغوجي ومصلحة إعادة التأهيل الوظيفي والإنعاش الجراحي. أما الطابق الثاني فيحتوي على قسم الرأس والعنق وقسم القلب والصدر، إلى جانب قسم بيداغوجي آخر. وفي الطابق الثالث نجد قسم أمراض الدم والطب الداخلي، بالإضافة إلى الإدارة. تم تصميم الفضاءات الداخلية بطريقة تمنح المستشفى حياة وانسجاماً وتناسقاً في مختلف مكوناته، فكل فراغ وكل مصدر للضوء وكل مسار حركة صمم بعناية ليعزز الراحة النفسية وسهولة التنقل، وليجعل من التجربة داخل المستشفى أكثر إنسانية ووظائفية في آن واحد. يضم المستشفى غرف عمليات حديثة وقاعة للتصوير بالرنين المغناطيسي وغرف إنعاش طبي، بالإضافة إلى غرف استشفاء مهيئة لتوفير الراحة والأمان للمرضى. يعمل جميع أطراف المشروع يداً بيد ضمن تنسيق كامل من أجل تحويل رؤية المستشفى إلى واقع ملموس. يسهم كل طرف بخبرته والتزامه لضمان أن كل مرحلة من مراحل التنفيذ تتوافق مع المعايير التقنية والوظيفية والمعمارية، وتتيح هذه التعاون الوثيق تحويل المشروع إلى مؤسسة حديثة وعملية ومستدامة تخدم المرضى والمجتمع على حد سواء.
كل شيء بدأ بقطرة ماء سقطت على كثبان الصحراء الذهبية، ومن تلك القطرة ولدت الحياة، ثم حديقة ترمز إلى التجدد والأمل. ومن هذه الفكرة انطلق تصميم المستشفى الجامعي، مكان تستلهم فيه الطبيعة معنى الشفاء، وتجسد فيه العمارة قوة الحياة واستمراريتها. تمتد هذه الرؤية إلى الفضاءات الخارجية التي تتزين بالحدائق والساحات المظللة، لتشكل مناخاً مصغراً من الطمأنينة والسكينة في قلب الصحراء. فهذا المستشفى لا يقدم العلاج فحسب، بل يحتضن الإنسان بالنور والهدوء والأمل.